الصعيد وتطلعتم إلى الأمجاد في الوادي السعيد. ها هنا يبتدئ التاريخ والكون ولي. ها هنا تجلت القدرة المقدسة التي فرقت بين الماء واليابسة وأبدعت الكون في بضعة أيام. فاستشعروا الرهبة في الواجهة، فذاك مثوى سيد الآلهة. وإلى هنا حج كل فرعون وشاء أن يسجل أثرا له في هذا البيت. ولقد أضفى عليه كل منهم جديدا بعد جديد، حتى تجاوز كل طارف كل تليد على مدى 20 من القرون المتعاقبة. وهكذا حفل هذا التيه الساحر بأروع الواجهات والمدارج والساحات، وكانت حراما إلا على فرعون والكهنة. هذه العتبة المهيبة للصرح الأول التي عبرتموها الآن كانت حراما على عامة الناس، لأن مدينة الآلهة كانت قلعة تحرسها حامية من السدنة السائرين على رعاية الكيان القدسي العظيم وترديد الابتهالات في مطالع الشمس وأطوار القمر. إنه إله الكون منذ اليوم الأول، آمون. وحينما يتردد اسم آمون تنحني هامات الكهنة ويخر سائر الناس ساجدين. ما أشبه ذلك الإله بالراعي الكبير والكبش القوي. وقد يتوحد الإله والكبش في جسد فرد على هيئة أبي الهول، وقد تجعد شعره فوق الجبين كما أبدعته يد المثال على هذه الصور المتعددة المصطفة كالحراس على جانبي طريق الكباش الذي عبرتموه منذ لحظات، أو المتراصة داخل مسارب القرنة. وفي آونة مجد هذه القلعة لم يكن إلى دخولها سبيل إلا عن طريق قناة ملكية قادمة من النيل ومصرب كهنوتي. فإذا أقبل فرعون في سفينته العامرة كانت القناة مجراها ومرفأ آمون مرساها، وغرع لاستقباله كبير الكهنة وأتباعه يحملون بين أيديهم مراوح من ريش النعام. إنها لم تبنى على مستوى البشر، بل لتكون خليقة بعظمة إله هو مصدر كل حدث من خير أو شر. الفيضان والقحط، الحصاد والطاعون، الرغبة والمقدرة، الحياة والموت. لو شاء أحدكم الليلة أن يرفع عقيرته بالسؤال الذي يختلف في صدوركم جميعا: آمون من أنت؟ لتوالى عليه الجواب من الجدران والحجرات السرية وقواعد التماثيل، فالجواب محفور عليها جميعا بالحروف الهيروغليفية. أنا أبو الآباء
وأم الأمهات. أنا ثور البقرات السبع المقدسة، أنا الذي بدأت الكلمة وسط الصمت المطبق، أنا الذي علمت الناس جميعا كيف يضربون في الأرض، أنا الذي فتحت عيون الناس على الحياة. عيني اليمنى هي النهار، وعيني اليسرى هي الليل، ومن موطئ قدمي ينبع النيل. كان آمون رب كل الكائنات، أما زوجته فهي الإله مت، وكان مجلسها منه دون مجلسه قليلا، وعلى رأسها تاج مصر السفلى والعليا، وإلى جوارهما كان ابنهما خنسو يقف منتصب القامة كأنه المومياء، والهلال القمري يعلو قمة رأسه المستطيل، ذلكم هو ثالوث الكرنك. ومن أجل هذه الأسرة المقدسة توالت إقامة هذه التحصينات المنيعة على مدى 2000 سنة متصلة من الزمان. أنا سيتي الثاني، أنا الذي أنشأت هنا على حافة الممر مرفعا للزوائد المقدسة من 3 مقاصير متشابكة، المقصورة الوسطى لزورق آمون، والشرقية لزورق خنسو، والغربية لزورق نون. وأحسب أن هذا البناء خليق بعظمة آمون، وسيبقى إلى الأبد شاهدا على مجد سيتي الثاني. يحسب الناس في كل جيل أنهم يمثلون الفصل الأخير من الرواية البشرية، وقد حسب كل فرعون أنه قد أنجز مدينة الإله على أحسن تكوين. أنا رمسيس الثالث، رأيت أن يكون هنا أكثر من مرفأ لزوارق الثالوث المقدس، فأقمت في منتصف الطريق بين المرفأ والنهر هذا البناء الذي يعد معبدا حقا، له صرح تتصدره تماثيل ورواق داخلي ورقهة ذات عمق تفضي إلى قدس الأقداس. أنا توت عنخ آمون الفرعون الصغير، أنا من رددت لآمون كل جلاله بعد أن خانه أخي، على أنني رغم ذهول عمري الباكر قد خلفت هنا آثارا خالدة. وأنا تحرقق ابن النوبة، ارتقيت عرش مصر بعد أن وهنت سلالات أسرها الملكية، وقد أنشأت هنا كوثقا من الأعمدة تهاون، فلم يبق من معالمه الواضحة سوى واحد من أعمدته ذات التيجان البديع، كما أقمت مذبحا لقرابين الثورة المقدس. وأنا الفرعون الذي لم يعد له ذكر، لقد غمرني النسيان وسط الأسماء المتعددة التي خلعت علي، وقد خلفت ورائي صورة رمزية لجميع الفراعنة تتجسد في هذا التمثال العملاق الذي يستند إلى جدار الجناح الغربي للسطح الثاني، محتضنا بين ساقيه تمثالا صغيرا لمليكة محببة. أنا رمسيس الثاني، أكبر الرعامسة عمرا، وإني لأزال أنني أنشأت هذا الصرح الثاني منذ 3000 سنة.
وهذان تمثالان يحرسان باب الهيكل. الجنوبي منهما والذي لم يعبث به الزمن كثيرا، ولكنه كفيل بأن يذكر التاريخ بحكمه الذي ذهب مذهب الأساطير. ولقد ازداد رأسي على مدى 67 سنة بالتاج منسبك، تاج مصر العليا والسفلى، وكانت بين زوجاتي 3 حسناوات من بنات الملوك، ثالثتهن بنت ملك الحيثيين، ذلكم شاهدي على سعة ملكي. أما شاهدي على مدى ما عشت ومدى ما تزوجت، وحسبي أن أقول إن عدد ما أنجبت قد بلغ 92 من البنين و106 من البنات. وأنا الفرعون الذي جاء في آخر أعقاب الأسر الحاكمة. أنا بطليموس إفرجيتس الثاني، واسمي منقوش على الباب الفريد الذي جعلته مدخلا لبيت الإله. فلينفرج لكم هذا الباب الليلة لتنفذوا منه إلى تيه الكرنك بكل ما فيه من روعة وغموض. كان أمر مقيما فيه على صورة
وبهذا المعنى أصبح خليقا بأن يكون حاكما في مصر السفلى والعليا وملكا على الدنيا. دعونا مرة أخرى نعبر عن إعجابنا بهذه الأعمدة الواسعة. كان أراد بأن أن يبث في عروض الحياة رحيقا الذي يفهم هذا الرقي الناشئ وسط أسرار من الطيور والسواحل التي تشبه حروف اللغة المصرية القديمة بانطلاقها للحياة وتحليلها في سماء الشعر نفاذة حتى إلى أعراض. ها هو ذا فرعون قد أقبل لنا الصباح ينشد مواجهة فارسية بعد أن تدخل في مياه البحيرة المقدسة. أقبل ليشهد يقظة الإله بعون كل كهنته. إن الرب لم يزل مستخفيا من عهده كل ليلة في سفينته المكنونة التي يختم بابها كل مساء. وتندلق نداءات فرعون ويمضي طيلة النهار حول تمثال آمون بعد يقظته يطلع به حشد كبير من الكهنة. ورزقكم مواد الطعام والشراب لله العظيم. وأما ما يتخلف على مائدته من لحوم ودماء فهو من نصيب الكهنة الأرض. وبعد أن يقرب إلى النبي يعلق بمسحه بالأتمة والزيتون والبخور وتهدى إليه. فإذا أقبل المساء طهر المياه مرة أخرى ورفع إلى سفينته المجنونة ورحبت أختام الصلصال على أبوابه من جديد. والآن فلندع الإله يستريح في مخدعه ولنطرح الهيكل في سكون. لقد غربت الشمس وراءت لا يقيمها واختفى آمون مع ذهاب الشمس في رحلتها اليومية عبر الأسنان كأنما هي تجربة للموت. انا مش خايف، انا بس على مالوف عشان خاطر بس ما حدش يتعور، بس مش اكتر من كده. مش انا بكلم مش عايز حاجه ماليش دعوه. ها أنتم أولئك قد انتهيتم إلى وقفة على شاطئ البحيرة المقدسة، فلتطلقوا أعنة الخيال، فلا إدراك بغير خيال. كم على هذه المرآة النائمة في حضن الحجر انعكس أبهر وهج للتاريخ،
وهج امتد على مدى 30 قرنا، ما يكاد يخبو إشعاع باقة من نجومها حتى يطلع فرعون جديد بسراج جديد. هذا هو مجد طيبة الدائم إلى غير نهاية. كانت طيبة المدينة الكبرى ذات 100 باب توصف بأنها أم مدائن الأرض جميعا. إن 100 بوق تردد اسمها. فلنصغي الآن إلى صوت الكرنك، فقد خدعنا صمته من قبل. إن مدينة الإله ظلت على مدى 30 قرنا لا ينقطع عنها تجاوب الغناء والعزف على الرباب، حتى لكأنها تعيش على زاد من النغم. كان هنا بطبيعة الحال عمال يحترفون أعمالا متواضعة كالعناية ونحت الأواني الخشبية والنقش على الحجر. ولكن كانت هناك قبل كل أولئك وهؤلاء الأجهزة المذهلة لتنظيم الكون، لأن الإله هنا هو خير الصانعين. إنه ينظم مسيرة الحياة. وعلى الشرفات كهنة من علماء الفلك يرصدون مسارات النجوم، وعندهم حساب شروق الشمس وأطوار القمر. وآخرون عاكفون على لوحاتهم يرسمون خريطة الإمبراطورية لوفق آخر حدود لها، وخريطة أخرى أشد تعقيدا وهي خريطة الحياة الثانية. ومن وراء هؤلاء جميعا أضراب لهم أمام الأفران، وقد ملكوا سر مزج الذهب بالفضة بوسيلة علمية تسمى اليوم بالإلكترون، ويصنعون من هذا المزيج رقائق لامعة يكسون بها وجوه المسلات. إذا شئنا أن نتمثل تلك الصورة فلنمد أبصارنا عبر النيل نحو الشاطئ الغربي، حيث تهبط الشمس كل ليلة وراء وادي الملوك. ذلكم هو شاطئ الموت وسبيل الآخرة. فإذا لمحتم بصيصا من الضوء بين القبور فهذا يحدثكم بأن خبراء التحنيط ساهرون إلى ساعة متأخرة من الليل. إن سيدهم أنوبيس الرب القاتم يبوس خلال القبور كالكلب الأسود، أما إلههم فهو أوزوريس رب البعث والنشور. إنه يسهر 70 ليلة متعاقبة للإشراف على معامل التحنيط وتكفين الموتى بآلاف اللفائف. كان هذا في فترة الانتقال من الأسرة 18 إلى الأسرة 19. قبل ذلك كان من تولوا عرش مصر هم كل من حملوا اسمي تحتمس وأمينوفيس، ثم أعقبهم كل من حملوا اسمي سيتي ورمسيس. ولكن جاءت اللحظة الهوجاء التي أطلقت عنان المروق والثورة. ها هو ذا أمينوفيس الرابع يغير اسمه وينقل حاضرة ملكه ويستبدل بإلهه إلها آخر. إنه الفرعون الذي جعل مجد الحب فوق كل مجد، وقد شاركته ملكته الجميلة نفرتيتي في حلمه بدين جديد ينهض في حاضرة جديدة.
غابت شمس آمون، وحطمت المعاول كل نقش باسمه على كل أثر، وكان اسم الإله الجديد آتون. واختار الفرعون الثائر أن يكون اسمه إخناتون، ووهب نفسه للدين الجديد وللشعر وللرسالة المقبلة في حاضرته الجديدة تل العمارنة. ونزلت على الكرنك ستارة النسيان، وتألمت عليه المعاول والحرائق، فخربت آثاره ومحت معالمه وطوته في أكفانه. ذلك حين طالع مصر الفرعون الصبي. هذا الصبي هو الذي بعث الدين القديم من رقدته، وسلط الأضواء من جديد على معابد الكرنك المهجورة، وأخذ في إحياء السيرة الغابرة. ثم لم يطل به العمر، فقد مات في مطلع شبابه، ولكن بقاءه على التاريخ جاوز بقاء كل فرعون. هذا الصبي الذي رحل في عمر الزهر هو توت عنخ آمون. وحفرت له على عجل مقبرة هناك في قرارة وادي الملوك. قدر لهذه المقبرة أن تنجو من سطو لصوص القبور، لم يمسوها طوال 3000 سنة. التابوت المزدوج، التماثيل الفريدة، الحلي الذهبية، الأثاث السحري، آنية الخزف والمرمر، كنز موسر اجتذب إليه الناس من كل حدب وصوب ليروا فيما يرون القناع المرصع باللازورد والعقيق الذي يطالعنا من عمق الظلام بابتسامة غامضة على شفتي الصبي خالد الذكر. وليرتد خيالنا لحظة إلى الوراء، إلى أحقاب طويلة من حكم الفراعنة، لنرى الملكة الجليلة حتشبسوت وقد اعتزمت أن تتقرب إلى آمون بمسلتين من الذهب الخالص. كنت جالسة في قصري متوجهة إلى خالقي بكل مشاعري، وحدثتني نفسي أن أقيم له مسلتين من ذهب خالص، وما لبث أن عادني هاجس اضطربت له حينما تصورت ما سوف يقوله الرجال فيما بعد حين يرونهما ويتساءلون: فيما كل هذا الجبل الشاهق من الذهب؟ ويبدو أن أحلامي كانت أبعد من طاقتي، وهكذا قنعت بأن تكون كل مسلة منهما لا من الذهب بل من قطعة واحدة من الجرانيت الصلب. وأوفدت لهذه الغاية بعثة إلى أسوان قضت في رحلتها 7 أشهر كاملة. استقرت المسلتان في موضعيهما، ولم يبق إلا أن أنقش عليهما الإهداء. وسأضيف إليه هذا القول لأنني أفكر في من يأتون بعدي ويقولون إنني لم أحقق حلمي الذهبي. أسألهم أن يقولوا عني على الأقل إن شفتي لم تنطقا عن الهوى حينما قطعت العهد، وإنني لم أرجع عما اعتزمت، وإن كنت صنعتهما من الجرانيت لا من الذهب. وها أنتم أولاء تشهدون في عصركم هذا مسلات كثيرة انتزعت من أوطانها وأقيمت في عواصم العالم، في روما وباريس ولندن واسطنبول ونيويورك. هذه المسلات المهاجرة تقف الآن شامخة مترفعة عن كل لغو باطل
كأنها سبابات مرفوعة تأمر بالصمت كي يسمع الكون ترنيمة الفكر المصري. وفي كل عام ينتهي موسم الحصاد وتجنى الكروم ويدور النبيذ بالرؤوس، ثم ينعم معبد آمون بإجازة قصيرة حين يتخطى الإله سور المعبد ويركب زورقه الفخم ويبدأ رحلة العرس في مياه النيل، ويصل إلى الأقصر فيستعيد شهر العسل مع الإلهة آمونيت شأنه كل سنة. إنها أعياد أوبت الباهرة، وكأنما أصداؤها لا تزال تصل إلينا من أعماق الزمن، ولا تزال تفاصيل برامج هذه الأعياد محفورة على الجدران التي تحف بأعمدة الأقصر، فلنرهف لها الأسماع. اضحكنا في العيد يا أواني، وافرحنا بالحب والأماني، تجدد القمح في الأواني، واختمر الكرم في الدلال. انظروا، هذه البيارق واللافتات قد أقبلت تفسح الطريق إيمانا بمجد الرب. لقد بدأ عمل الزواج مسيرتهم من مذبح القرابين. هذه رأس الكبش في مقدمة الزورق المقدس، وفهذا بعده زورق موت، ثم خنس، ثم فرعون، فملء الكون إشراق وأنس. مراوح الريش عليهم قطور، وبين أيديهم ثمار القصور، وحولهم تعبق أحلى. لقد بلغ مطلب وقت الموتى. فوق زورق السابع في وجه الطيار. يبدو أن التيار شديد العنف. الرجال عراة الصدور في زوارق السحب يجدفون بكل قواهم. المهمة الشاقة، دعوا أولئك يلقون إلى الرجال الواقفين عند المطبخ بحبل ليسيروا في سحب الزورق المقدس. ما ألطف قارئ الطهور والضاربات على الصدور، وهم صاحبون بإيقاعهم حركات رجال الزواج. عم نور الشمس وانفض الضوء، وجلى أمور أسطار السحاب، وبدا الأسطول القدسي الكلام. قد طلعت كالنور الملام. الأسطول والأقصر، الحرم القدسي الأطهر. يا ليت لي الموهبة الشاعرة، أرسم تلك الصورة الساحرة. 10 أيام ستمضي بنا في جو هذه الفرحة الطائرة، في مهرجان تتوالى به أعيادنا في الأقصر العامرة، ويبسط النيل ندى كفه على الثرى بالخضرة الناضرة، وتكثر الأنعام في ظله وتستفيض النعم الوافرة. وجاء يوم كاد أن يطوى فيه كتاب الكرنك. أقبل جبابرة الغزاة فطغى وقع أقدامهم الثقيلة على أنشودة التاريخ. آشور بني بال جاء من آشور وصعد إلى طيبة وتحدى قلعتها التي وهن العزم منها وأضناها الكبر. والإسكندر جاء من مقدونيا وتطلع إلى لقب فرعون يكلل به أمجاده. وقيصر خرج من روما ليضم البحر المتوسط في قبضة يده، ولم تنفرج هذه اليد إلا لكي يبسطها على مصر. بل إن آمون نفسه طأطأ الرأس كشجرة عجوز عقمت فلم يعد لها ربيع. إن ورثة آتون كانوا أسعد حظا من إله الكرنك،
إنهم آمنوا بالإله الواحد الذي لا شريك له، من علت مساجده وقبابه في ظل طيبة. إن شواهد أية عقيدة قد تنهار وتصبح أطلالا ولكنها لا تموت، وقد تفلت منا لغة ولكنها تعود مرة أخرى. إن آمون الذي حكم هنا إلى الأبد ليس إلها بلا ملك، إنه إله البدء، واليابسة والمياه يومئذ مختلطتان، وكذلك البشر والحيوان. إنه مفهوم مركب للإله، مفهوم فوق قوة الخلق. لقد بشر الناس بالخلاص كما بشر به سائر مخلوقاته، التماسيح والعقارب والطير، وكل ما ينبض بالحياة، وكل ما تخضل به الأرض. وقد رضي أن يتمثله الناس وله وجه كبش، ووجه صقر، ووجه ثور، وعنق إوزة، وكأنما أراد بذلك أن يبارك كرامة الحياة لكل حي، لأن الأحياء جميعا شركاء في ملك الأرض. هذه قصتنا يا من حججتم للصعيد. هذه أمتنا من مطلع الكون الوليد، لم تزل تبني وتبني ثم تبني من جديد. لا يعيش الدهر من يقنع بالمجد الدليد، إنما من يصل الحاضر بالماضي المجيد. هكذا نمشي خطى المجد على النيل السعيد.